فترة نزلت على المنتدى وقلت يا جماعة شوفوا عايزين تعملوا فيديو ايه او عايزين اعيد شرح فيديو ايه وانا اعمله. ولقيت على الرسائل بتاعت الانستجرام اكتر من 4 رسائل فيهم نفس الفيديو، فيديو محمد احسان. الفيديو اللي فيه بيتكلم عن شركة كانون. فالنهاردة ان شاء الله هنبدأ نشوف الفيديو ده، نشرح كل حتة اتعملت فيه ازاي، والفيديو ان شاء الله بسيط. ويلا بينا نبدأ الفيديو. نبدأ بأول مشهد. شوف نعمل نيو كومبوزيشن، حط الفيديو فول سكرين. طبعا الفيديو بدأ من أول هنا، مشهد الكاميرا. طبعا احنا نقدر نعمل الكلام ده بكاميرا 3D، وممكن نعملها عادي بالسكيل والبوزيشن، بحيث ان انت تقدر تعملها على برامج تانية زي بريمير ودافينشي وحتى كاب كات كمان. نقطع بس من أول هنا، نجيب الفيديو من الأول ونبدأ نمشي معاه واحدة واحدة. أول حاجة اللي هو المشهد ده. طبعا احنا هنجيب بقى الحاجة بتاعتنا، هنجيب صورة محمد إحسان من غير خلفية، وهنجيب بيبر تكتشر اللي هو مستخدمها في الخلفية، نحطها هنا كده، نعمل لها سكيل. وهنجيب بقى البناية دي نحطها وراه، نجيبها بس من أول هنا كده على نخلي الفيديو الأصلي فوق عشان نعرف ايه نمشي مشهد مشهد. من أول هنا، المشهد وقف، نعمل بس زوم، نيجي هنا نفتح السكيل نتك اس عشان نفتح السكيل، وبعد كده نتك شيفت بي عشان نفتح البوزيشن. نعمل كي فريم ونيجي لغاية هنا اهو كده، وهنعمل سكيل، ننزل بالبوزيشن، نمشي كده، نعمل سكيل تاني لحد ما الصورة تختفي خالص. سنة 1976. ممكن نعملها بقى ايز سنة 1976. من أول هنا يبدأ بقى المشهد اللي وراه يبدأ. هنا هنبدأ التكست، نعمل تكست. طبعا أنا هستخدم هنا السكريبتات اللي احنا شرحناها بالملحقات والحاجات اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وبرضه هسيبلكوا في الديسكريبشن. نيجي هنا 1976، نغير الفونت. هو عاملها بالبوزيشن ولا بالاوباسيتي؟ اوباسيتي. هنيجي عند التكست نفتح الترانسفورم، بعد كده نخلي الاوباسيتي 0. ممكن نعمل البوزيشن الواي 25 مثلا. بس السكيل بتاعها كده، نبدأ نظبطها بحيث انها تظهر بالشكل ده كده. وبعد كده هناخد المشهدين دول، اليمين والشمال، دي نحطها هنا كده، والمشهد التاني اللي هو ده نجيبها من هنا كده، ننزلها تحت، نعلي بس السكيل بتاعها شوية من هنا ومن هنا، خليهم بس على نفس المكان. وهنجيب البناية اللي هي دي، نحطها هنا كده وهنكبرها تبقى هنا كده اهو بالظبط. وبعد كده هنفتح البوزيشن 3، بوزيشن، نجيب الكي فريم دي هنا اهو كده، تمام. وده البناية دي هنجيبها من تحت، ودي هنجيبها من اليمين ولا الشمال، دي هنجيبها من هنا. اهم حاجة ال3 يكونوا تحت الرقم. نعملها كده تظهر بالشكل ده كده اهو. يبقى هنا، بعد كده ناخد ال3 دول الكي فريم، نعمل لهم ايز تظهر بالشكل ده كده اهو، نطلعهم قدام بالشكل ده كده. وبالنسبة لدي نعملها دوبليكيت، وهناخد السكيل نزودها شوية، نفتح البوزيشن
نتك على الكي فريم ده عشان نجيب اخر كي فريم نطلعه فوق. تمام. وهنحط يا ابن الجزم اف تك على الكي. 976. بعد كده هنجيب البن تول ونعمل خط من هنا لهنا وانت ضاغط على الشيفت. نزود الستروكشن نخليه مثلا 30. يعني الانكر بوينت في النص كده كده مش هتفرق. وهنيجي هنا ونعمل ان نشوف الكي فريم هيظهر بالشكل ده كده. 1976 أطلقت. تمام. وعلشان هو هنا في زي ايه بطء كده بسيط في الفيديو، تحس ان الفيديو ماشي فريم فريم. ده عشان نعمله هنعمل adjustment layer وهنحط عليها effect posterize time وهنخلي دي مثلا 10. 1976 أطلقت كانون. 1976 أطلقت كانون. تعال بس خلي الفيديو فوق ونشوف بقى ايه مشهد كده. احنا وصلنا لأول مشهد. لسه الرقم. نفتح البريسيت وهنيجي عند اي سيمبل بيزك كاونتر وهنحطه هنا. تك حرف اليو وهنجيب دي كده لحد هنا بالشكل ده. هنيجي على الكي فريم الأولاني وهنعمله مثلا 1950 مثلا. الكي فريم التاني هنخليها 1976 تظهر معانا بالشكل ده كده. طبعا ممكن الكي فريم الأولاني ده نخليه مثلا 1969 مثلا أو 65. هيظهر معانا المشهد بالشكل ده. 1976 أطلقت كانون كاميرا. طبعا باختلاف طبعا الموضوع ظهر من أول هنا لحد هنا. 1976 أطلقت كانون. هيظهر بالشكل ده كده. وكده احنا عملنا المشهد الأولاني. ندخل على المشهد التاني. هنا في زوم ان وبعد كده زوم اوت من الكاميرا. نعمل زوم ان من أول هنا كده. شيب لاير كل ده هناخد كل ده كده وهنقطعه لحد هنا كده. بعد كده هنربطه بنل وهنفتح السكيل. نعمل كي فريم من أول هنا مثلا لحد هنا اهو. وهنخلي السكيل 130 مثلا. خلي الانكر بوينت هنا اهو كده عشان لما نيجي نعمل سكيل يجي نعمل سكيل من النص. طبعا هو بالنسبة له النص هنا، انما احنا عايزين الانكر بوينت هنا. فانت تقدر تعملها من الأداة دي وتجيب الانكر بوينت في المكان اللي انت عايز تخصص فيه. هنعمل سكيل. نعمل بقى ايه ايزي أطلقت كانون كاميرا اسمها. هيظهر معانا بالشكل ده. ومن اول هنا هيبدأ المشهد الجديد. الحمد لله وصبر الحمد لله. المشهد الجديد بقى هو مشهد الكاميرا. ومشهد سهل. نجيب موديل كاميرا 3D مثلا نحطه هنا. بعد كده هنيجي هنا اهو تك اوكي. هنفتح الروتيشن بوزيشن سكيل. نعمل كي فريم على 3. بعد كده هنظبط دي بحيث ان شكل الكاميرا يبقى باين في الوش الشكل ده. نكبر السكيل. نجيب البوزيشن خلينا نظبطها من هنا. نزود السكيل شوية. وهنيجي مثلا عند الحتة دي كده وهنبدأ بقى ايه نظبطها نرجع السكيل زي ما كان. بعد كده البوزيشن نخليه هنا والروتيشن نرجعه تاني زي ما كان كده اهو. بوزيشن هنا هتبقى بالشكل ده كده اهو. طبعا ايز هو ايز 30 100 ده الثابت علشان نوصل لنفس النتيجة يعني. وبعد كده بقى هنجيب مشهدين وليكن نفس المشهدين. انت تقدر تجيب اي حاجة تانية بس انا هستخدم نفس الورق. نجيبها من هنا كده
سكيل من هنا، بعد كده نحطها تحت. وليكن هنجيب نفس يعني هنعتبر ان دي ورقة تانية، ونفتح البوزيشن ونعمل كي فريم. وبعد كده هنيجي في الاول هنا نقدمها قدام، ننزلها تحت سيكا، ودي طلعها فوق سيكا. وطبعا كالعادة ايز 30 100 كانون كاميرا اسمها تظهر معانا بالشكل ده كده. اي وهنيجي طبعا هو المشهد لحد هنا اهو كده. بعد كده بقى التكست، نجيب تكست، نعمل تكست كانون سكيل، نزله. بعد كده بقى ايه، نجيب التكست نفسه ننزله تحت هنا اهو كده، نقلل السكيل شوية، نحطه هنا اهو كده. هو ظاهر بطريقة هو عادي بوزيشن، واحنا هنيجي هنا هناخد البوزيشن، خلي دي 25 او نزودها شوية، ممكن نخلي الاوباسيتي 33 مثلا. نلغي دي، هتظهر معانا بالشكل ده كده. او ممكن نخلي البوزيشن 100 عشان تبقى بنفس النتيجة يعني. اهم حاجة ان انت هتيجي هنا وهتعملها وورد، تظهر معاك بالشكل ده كده. وهنجيب نعملها دوبليكيت، نأخرها سيكا، ننزلها تحت، وهنكتب EE/1. وبعد كده هنيجي عند البين تول ونعمل نفس اللي عملناه في المشهد الأولاني، بس هنخلي الستروك مثلا 200. حلو 200. وهنيجي هنا وهنعمل ان بحيث ان هي تظهر بعد دي كده، يعني دي تظهر EE1 ودي كده اهو. وهنخلي البلند مود مالتيبلاي، طبعا هنقلل دي كده شوية بحيث انها تبقى زيها، وهنطلعها فوق. احنا بس نخلي الانكر بوينت في النص عشان نعرف نتحكم فيها. هتظهر معانا بالشكل ده كده. وطبعا كل ده لازم يكون تحت الادجستمنت لاير اللي عليها الافكت بتاع البوستراي ستايل، وهو هنا عامل زي ستروك او فل حوالين الكاميرا بنفس اللون ده. نعمل دوبليكيت وهنعمل نخلي دي بس ايه بريكومبوز. تمام، هنعمل لها دوبليكيت وهنخلي اللي تحت نحط لها افكت فيل، وهنزود السكيل شوية. هنيجي هنا بس كده وهناخد نفس درجة اللون دي تظهر بالشكل ده كده. كاميرا اسمها AE1 طبعا مع مراعاة ان كلمة AE1 ظاهرة هنا، ودي خليها هنا. تمام. كاميرا اسمها AE1 في كاميرا 1976 أطلقت كانون كاميرا الادجستمنت لاير مش على قد مقاس الفيديو. تمام. 1976 أطلق خلي دي مثلا 10، نرجع تاني 10. 1976 أطلقت كانون كاميرا اسمها AE1. شوف بقى المشهد اللي بعده. طبعا من اول هنا هو اتحرك بالبوزيشن لحد هنا اهو، المشهد الجديد بدأ. يبقى احنا هنيجي هنا نلغي بس الفيديو ده، نجيب ده كله نقطعه لحد هنا كده، نربط ده كله بنل. هنيجي بالبوزيشن من هنا وهنطلع بيها واحدة واحدة بالشكل ده كده. هاي وبعد كده المشهد الجديد هيدخل، يعني
شوف بس ايه المشهد الجديد. خلينا بس لغاية هنا كده، نبدأ نعمل الحتة دي. هنجيب أي صورة جديدة عشان بس الملل. نجيب المشهد ده أو الصورة دي، نحطها هنا كده تحت الادجستمنت لاير. هنا هنقطع، بعد كده هنا هنقطع تاني، وهنا هنقطع تاني، وهنا هنقطع لحد هنا هنقطع برضو. هنيجي من اول هنا مثلا نسيبها زي ما هي، نحرك دي بالبوزيشن شوية، نعمل كي فريم على البوزيشن دي. هنجيب البوزيشن بتاعها كي فريم ده، تك شيفت سهم فوق شوية، بعد كده هنا هننزل بيها كده بحيث ان يكون في موشن في المشهد بتاع كنترول اس، بس عشان ايه. هاي الكاميرا. وهنيجي على دي وهنعمل لها فليب هوريزونتال، نيجي على دي ونعمل لها فليب دي. ودي هنسيبها ما زي ما هي، وهنيجي على دي نعمل لها فليب برضو، تظهر معانا بشكل هاي الكاميرا كانت. ناخد نفس البلور ده نحطه على كل المشاكل دي، عشان هنيجي هنا نخش على الحتة دي بتاعت البيجتر، نجيب نفس الصورة دي كده اهي، نقطع ننزل نخليها فوق دي. وهنيجي بإفكت البيجتر، خلي دي هنا كده، نعمل كي فريم، تك حرف اليو نجيبها هنا، وبعد كده هنا هتبقى هنا اهو الكاميرا كانت تظهر بالشكل ده. ممكن نأخرها لحد هنا عشان تبقى بنفس النتيجة. من أول هنا في ستروك حوالين المشهد، وبرضه دي ايه بالبوزيشن كي فريم تطلع فوق شوية، كبرها بس كده على قدها، وبعد كده هتنزل تبقى بالشكل ده، وهنأخر الكي فريم ده لحد هنا، هتبقى بالشكل ده كده. من أول هنا هنعمل ستروك حوالين الورقة دي، نيجي على البين تول، أو ممكن على الريكتانجل، نيجي على البين تول تك هنا، وانت ضغط على الشيفت هنشيل الفيل، خلي الستروك مثلا 15، وهنيجي نقطع عشان بس ما نتلخبطش، ونعمل ان هيظهر معانا بالشكل ده كده. ممكن بقى نخلي الاوباسيتي بتاعته 60% عشان يدينا نفس النتيجة، ننزلها تحت هنا وكده. بعد كده عمل زوم على كلمة تيست دي، هناخد دي ودي وهنربطهم بنل، نفتح البوزيشن ونفتح السكيل تك اس، وبعد كده شيفت بي عشان تفتح الاتنين مع بعض. نعمل كي فريم هنا وهنا، وهنا هنعمل زوم ان، بعد كده بوزيشن بالشكل ده كده. كانت طفرة في عالم التصوير. طبعا ايزي نجيب الكي فريم هنا، وبعد كده هنيجي هنا وهنعمل بالبين تول على دي،
خلي دي برضو ايه 250، ودي تبقى ايه بالاوباسيتي، نخلي الاوباسيتي 100 هنا. بعد كده دي 0، وهنخليها او ممكن نخليها لايتن عشان تدينا نفس النتيجة بتاعت الفيديو. وطبعا كلمة تجارب حديثة خلي دي هنا. هنيجي هنا بقى نعمل تكست، هو ظاهر بالبوزيشن برضو، نجيب على البوزيشن نخليها 25. اهم حاجة ما تنساش تيجي هنا وتعمل وورد عشان تظهر معاك بالشكل ده كده. هنعمل دوبليكيت، نزل دي تحت شوية، نكتب كلمة حديثة وبالشيفت تي عشان نمدها كده تظهر معانا بالشكل ده. يبقى احنا كده وصلنا لنفس النتيجة. بعد كده بقى في زوم اوت، يبقى بس كده الحاجات دي هنا تحت اللاير. هناخد المشهد ده وده 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 وهنربطهم بنل. اهم حاجة ده كله هيتقطع لحد هنا كده، عند المنطقة دي كده بالظبط. نعمل كي فريم، ومن اول هنا هنفتح السكيل وهنعمل زوم اوت. نخليها مثلا 80. شوف بس المشهد، ايوه انتهى هنا. يبقى كل ده هيجي لحد هنا، نعمل ايز. ومن اول هنا بقى هنجيب المشهد التاني وهو مشهد ماتش كات لحد هنا كده. هنيجي هنا هنجيب بقى كام صورة للكاميرا او لشرح اجزاء الكاميرا. انا لقيت كام صورة كده. طبعا هنا انا وصلت لكام صورة فيهم شرح للكاميرا بحيث ان احنا نستخدمهم في الفيديو. هنيجي هنا هنعمل سكيل سكيل مثلا 300. بعد كده هنيجي هنا، طبعا انا قصصها من صورة يعني. وهنا هو عامل زي موشن بسيط كده. هنعمل adjustment layer من اول هنا لحد هنا كده. adjustment layer نشيل دي نحطها من اول هنا، وهنحط عليها effect اسمه wiggle position، وهنخلي دي مثلا 0.5 هتظهر معانا بالشكل ده كده. سنة 1984. سنة 1984 كده احنا حطينا الحاجات اللي بتشرح الكاميرا. خلي دي بس مكملة معانا شوية. تمام، نيجي بقى للإفكت اللي بعده أو التأثير اللي بعده. وعلشان نعمل الحتة دي كده هنيجي نعمل نيو كومبوزيشن بنفس المقاس، وهنيجي هنا نكتب 1984. نخليها برضو بالليل الأسود. هاي بس ايه، نعمل سوليد أبيض عشان نشوف احنا بننيل ايه. تمام، هنيجي هنا خليها في النص، وهنعمل لها بقى ايه دوبليكيت كتير كتير كتير. تمام، من اول هنا كده هنيجي اول واحدة نحطها فوق خالص، دي نحطها تحت خالص، وهناخدهم كلهم وهنعمل هنا عشان تبقى بالشكل ده كده. وهناخدهم كلهم نربطهم بنل. وبعد كده هنفتح البوزيشن، وهنيجي هنا مثلا نطلع فوق شوية. وبعد كده هنا هننزل نخليها تاني زي ما هي تظهر بالشكل ده كده. غير بس كده نخليها نمبرز عشان نعرف احنا ايه واقفين فين. خلينا بس نجيب الكومبوزيشن اللي احنا عملناها هنا اهو، نلغي السوليد. تمام، طبعا انت هنا يعني ممكن يعني اكيد طبعا لازم تغير الارقام دي من ابت يعني من فوق مثلا 79 وتحت ارقام قليلة وفوق ارقام كبيرة وهكذا، يعني زي ما هو موجود في الفيديو، فوق ارقام قليلة وتحت ارقام كبيرة. وهنيجي عند الافكت اللي هو ده اللي هو افكت الماجنيفاي. هنيجي هنا، انا مش عارف في حاجة غلط، المشهد ما بيبدأش مع بعضه ليه. طيب
هنيجي هنا نعمل دوبليكيت، هنعمل بس adjustment، نرجع نعمل adjustment layer على المنطقة دي كده، نجيبها هنا هنحط افكت اسمه magnify اهو. تمام، هتلاقي الموضوع ظهر بالشكل ده كده. دي هتخليها مثلا 200، ودي مثلا ممكن نخليها 120، او نخليها مثلا 150 عادي. وهنيجي عند علامة الماسك وهنعمل ماسك هنا اهو كده، هتظهر بالشكل ده. ممكن نزود دي كده، قلل دي، ايوه قلل دي كده اهو 130، نخلي دي مثلا ممكن 250، هتظهر بالشكل ده. هنشيل بقى ده كله ونعمل بقى ريكتانجل ستروك بس على نفس المكان، خلي الستروك 15، وهنجيب نفتح السكيل، نفك الطول على العرض، نعمل سكيل خليه هنا زي ما هو، وهنيجي هنا وهنخلي دي 0 عشان تظهر بالشكل ده كده. طبعا دول هنخليهم بس قريبين من بعض اوي كده، ممكن نرفع بس البوزيشن قوي، مش قوي، بحيث انها ترجع بالشكل ده، تحس انها عاملة زي البقرة بتاعت الكاميرا. نقلل السوليد معلش ونرجع تاني. وهنيجي هنا نعمل دوبليكيت، وهنخلي الاوباسيتي اللي تحت 50، وهنيجي هنا وهنعمل ماسك في نفس المكان بالشكل ده كده، بحيث انها تظهر بالشكل ده. خلينا بس ايه نمشي مع الفيديو. هنأخر دول لحد هنا كده، تدينا نفس النتيجة. ممكن بس نتك كنترول ار، خلي دي في النص بحيث ان احنا نظبطها بالظبط. نيجي هنا، ايوه هتظهر بالشكل ده كده. وزي ما قلت لك انت تقدر بقى تغير السنين، فوق 79 وتحت 90 وكلام من ده، بحيث طبعا ده تدرج سنين تظهر بنفس نتيجة الفيديو. نعمل لها ايزيز، نخلي كل ده تحت الادجستمنت لاير، ونشوف النتيجة. نروح نصلي العصر ونرجع. 1976 أطلقت كانون كاميرا اسمها AE1. هاي الكاميرا كانت طفرة في عالم التصوير، واستمر إنتاجها لحد سنة 1984. خلال 1976 أطلقت كانون كاميرا اسمها AE1. هاي الكاميرا كانت طفرة في عالم التصوير، واستمر إنتاجها لحد سنة 1984. خلال
نصلي العصر ونيجي نكمل المشهد اللي بعده. عشان نعمل الإفكت ده هنعمل adjustment، هنعمل composition و السنة اللي جاتها خالص. عملنا ريكتانجل، هنخلي انكر بوينت في النص. بعد كده هنفتح السكيل، نعمل كي فريم، ونيجي في الاول هنا ونفك الطول عن العرض، وهنعمل دي 0 تبقى بالشكل ده كده. نعمل لها ايز. بعد كده هنعمل الارقام دي تراك مات لللاير، هتظهر بالشكل ده كده. في حاجة غلط. بعد كده هنعمل دي دوبليكيت، وهنخلي دي opacity او دي opacity 50، وهنشيل نعمل invert track matte، وهناخد دي نعمل لها دوبليكيت، وهنلغي الفيل، وهنخلي الستروك 15 وهنظهر. 1976 أطلقت كانون كاميرا اسمها AE1. هاي الكاميرا كانت طفرة في عالم التصوير، واستمر إنتاجها لحد سنة 1984. خلال هال8 سنين صنعت إنتاجها لحد سنة 1984. خلال هال8 وهنيجي هنا على دي ونخلي السكيل 120 مثلا، هتظهر بالشكل ده كده. طبعا نظبطها، خليها هنا كده نشوف. 1976 أطلقت كانون كاميرا اسمها AE1. هاي الكاميرا كانت في عالم التصوير، واستمر إنتاجها لحد سنة 1984. خلال هال8 سنين صنعت كانون. نيجي بقى للمشهد اللي بعده، هنجيب الكام صورة دول الملونين اهم، نبدأ بقى نحط عليهم افكتات البيج تير ونظبطها. دي هنحط افكت بيج تير، نحط على البوزيشن، نحط كي فريم نحطه هنا. هناخد دي نطلعها برا الشاشة، وهنيجي هنا هنخليها جوه الشاشة، ونفس الكلام هنطبقه على دي. هنغير دي لتوب ليفت كورنر، وهنعمل كي فريم، نعمل يو، وهنجيب الكي فريم ده هنا اهو كده، نحطه في اول الشاشة، وهنيجي هنا نعملها كده اللي هي بس ايه تملى الشاشة، وهنحط بس دي فوق دول، والاخراني ده نعمل برضو نفس الكلام اللي موجود هنا. هال8 سنين صنعت كانون خلينا بس نبعد الكي فريم شوية. 8 سنين صنعت كانون 5 ملايين. نعمل ده كله بري كومبوز، ومن اول هنا نظبط بس الكلام ده، نقدم ده كده شوية، ايوه هتبقى بالشكل ده كده. وهنيجي هنا نكتب رقم 5، هنخلي الانكر بوينت في النص، وهنزود دي 1296 انكر بوينت في النص. بعد كده هنعمل دي هنا كده في النص الالاين، وهنفتح السكيل، وانت ضاغط على الشيفت هتعمل سكيل جامد اوي لحد ما تبقى بالشكل ده. وبعد كده هتفتح البوزيشن وتنزلها، حطها تحت هنا كده، وهنيجي على من اول هنا كده لحد ما المشهد الجديد يبدأ، وهنقطع دي، نحط دي بس فوق هنا، وهنعمل دي تراك مات لرقم 5. وبعد كده هنيجي هنا نعمل سكيل، وهنربطها بيها برضو، نعمل سكيل كي فريم. بعد كده نيجي هنا نفتح كمان البوزيشن، نيجي بس في اول الفريم نفتح نعمل كي فريم على البوزيشن وعلى السكيل. وبعد كده هنيجي هنا نيجي عند السكيل نعمل ريسيت، وعند البوزيشن
نعمل البوزيشن هنا اهو كده، قلل السكيل كمان شوية، وهنيجي على دي وهنحط افكت موشن ستايل، وهنخلي دي مثلا 800 ودي 800، وهنتك على افكت الميرور ده، ممكن نزود دي شوية كده، هتظهر معانا بالشكل ده كده. طبعا المشهد ده هيكون خلصان، فبمجرد ما دي تكتمل هنقطع ده كله كده، هنقطع ده كله تمام، ونحط ايه، خلفية جديدة. وبالنسبة للتكتشر انا كنت بدور على تكتشر احطها، لقيت التكتشر دي سيبها لكم برضو في ملحقات 1976 أطلقت كانون كاميرا اسمها AE1. هاي الكاميرا كانت في عالم التصوير، واستمر إنتاجها لحد سنة 1984. خلال هال8 سنين صنعت كانون 5 ملايين و700 ملايين. المشهد اللي بعده هو مشهد الماتش كات، وانا هنا جبت كام مشهد للكاميرا كانون وظبطتها على ابعاد الخطوط اللي انا عاملها دي، تك كنترول ار، وتوسطن المشاهد بحيث ان كل الكاميرات اللي جايه بعد كده تبقى على نفس الخط ده بالظبط، او قدر المستطاع يعني. وبعد كده هنيجي ناخد ده كله كده ونعمله بري كومبوز ونسميه ماتش كات. وبعد كده هنيجي هنا نعمل ريكتانجل، نخليه مثلا كده زي ما هو موجود في المشهد، وهنخلي الراوندنس عالي شوية، وهنقطع دي. حلو. وهننزل دي تحت، وهنعمل الماتش كات فاينل دي تراك مات للشيب لاير، هتظهر بالشكل ده كده. وهنيجي من هنا نقطع دي، وهنيجي على دي، ممكن بس ايه قلل السكيل شوية كده كده، ده كل السكيل بتاع الكاميرات هيقل. هنيجي من اول هنا وهنقطع، بعد كده هنجيب علامة او نجيب الريكتانجل وهنعمل ماسك على دي، بس كده نظبط الماسك كويس. وبعد كده هنيجي عند البوزيشن ونعملها كده ونخليها هنا اهو، وهننزل دي كده، وبرضو نعمل كي فريم على الروتيشن، ونخلي دي مثلا موجب 8 مثلا، وهنجيب دي نظبط السكيل بتاعها كده. طبعا والمشهد ده بيطلع، المفروض المشهد اللي وراه بيطلع لفوق، وبيتغير كمان الخلفية. هنشوف المشهد وبتغير كمان الخلفية وخلاص. طبعا انت بتجيب اي خلفية تحطها زي ما انت عايز. الكاميرات إنتاجا ذاك الوقت، ولذلك كانت مشهورة بين الناس. الصورة دي مش متظبطة كويس على الفريم، نحاول نظبطها كده هتطلع معانا. كاميرات إنتاجا ذاك الوقت، ولذلك كانت مشهورة بين الناس. طبعا هو الفكرة كلها ان انت كاميرات إنتاج ان انا اشرح المشهد اللي هو بتاع الماتش كات. كاميرات إنتاجا ذاك الوقت، ولذلك كانت مشهورة بين الناس. طبعا الستروك يعني احنا هنجيب بس في اول مشهد هنا، ممكن نيجي هنا ونعمل ان، وبعد كده ناخد الكي فريم نحطه لحد الاخر. على كده نعيد المشهد من الاول ونشوف النتيجة النهائية. 1976 أطلقت كانون كاميرا اسمها AE1. هاي الكاميرا كانت طفرة في عالم التصوير، واستمر إنتاجها لحد سنة 1984. خلال هال8 سنين صنعت كانون 5 ملايين و700 ألف قطعة، وكانت تعتبر من أكثر الكاميرات إنتاجا ذاك الوقت، ولذلك كانت مشهورة بين الناس. بذيك الفترة مصمم. بعد كده في نفس المشهد حط بي رول للراجل صاحب او الراجل اللي سرق الصوت بتاع الكاميرا ده. وبكده احنا خلصنا الجزء الاول من الفيديو، واللي ان شاء الله هينزل النهارده. لو عاوز الجزء التاني اعمل لايك وشير، وان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت هنكمل بقية الفيديو الجزء التاني. يا رب ما يحصلش مشاكل وام الفيديو ده يكمل.